أسس بالعربي. كنا أخدنا الحلقة اللي فاتت شابتر 1 اللي هو كان بعنوان ذا رول اند سكوب اوف براكتس بتاعة البيرسون تريننج اللي هو نطاق الممارسة. النهارده بقى هناخد انتجريتد تريننج فيتنس موديل. عشان كده من الحاجات اللي هندرسها مع بعض في شابتر 2 ديسكاس يعني هنناقش ايه؟ هنناقش التراديشنال تريننج والنموذج التقليدي للتدريب والنماذج الحديثة. يعني زمان كانوا بيتمرنوا ازاي ودلوقتي ايه المستجدات اللي المفروض فتنس او بمعنى صح صانع الرياضة لازم يركز عليها عشان يلبي كل المتطلبات الجديدة. اما بالنسبة لرقم 2 explain the function health fitness performance continue، يعني هنوضح حاجة مهمة قوي. لازم نعرف ان الجسم البشري بتاعنا بيمر باربع مراحل حلوين كده. زي ايه مثلا؟ الفانكشن. يعني ايه فانكشن؟ كنت تسمعوا زمان فانكشن تريننج يعني ايه؟ التدريب الوظيفي ليه دور مهم جدا. ليه؟ لانه بيحاجة حركات جسمنا بيقوم بفعلها يوميا. زي ايه مثلا؟ زي انك تطلع السلم، زي انك تقوم تقعد، وضع الجلوس، وضع الوقوف، انك تمد، انك توطي تشيل حاجه. ده كله اسمه فانكشنال تريننج. فبالتالي بيقول لك ان حياه الانسان من هو لسه طفل صغير بيبتدي يعمل ايه؟ بيبتدي يزحف. اول حركات ليه بيبتدي شويه يقف، بعد كده بيبتدي يمشي. كل ده اسمه فانكشن. بعد كده بيتطور الموضوع انه يوصل لهيلث، بمعنى صح صحه. يعني ايه صحه؟ الولد بقى بيجري سريع شويه، بقى بيتشقى، بيضايق اخواته، بيضايق بابا ومامته، بقى فيه ايه؟ هيلث. بعد كده قال لك ايه؟ خده وديه جيم يا عم، خليه يطلع طاقه ايه مع الناس. لعبوا رياضه، خدناه في الرياضه، بقى بيلعب للفتنس، بقى بيتحسن اكتر، بقى بينط اطول، بقى الشقاوه زادت اكتر. بعد كده نوديه يشارك بقى في بطولات، فبيبقى فيه بيرفورمانس. مش انا سريع بس، لا ده انا عايز ابقى الاسرع، فبالتالي هيكون في تمارين اكتر. وبالتالي نموذج انتجريتد تريننج فيتنس مودلز الخاص بايس بيركز على التسلسل بتاع حياه الانسان ده. وهتشوفوا حاجات هتعجبكم جدا جوه اليونت ده. تعالوا نشوف رقم 3 بتقول demonstrate a basic understanding of training competence of fitness training models. يعني ايه الكلام دوت؟ هنفهم مكونات التدريب وازاي بيتم صياغتها جوه النموذج بتاع ايس اللي هو الاي اف تي. اي يا جماعه اختصار لانتجريتد، والاف اختصار لفتنس، والتي تريننج، عشان برضو لما نلاقي الاختصار ده كتير نبقى عارفين ان احنا بنتكلم على نموذج ايس. رقم 4 هناخد حاجه اسمها الايس موفر. وموفر دي اختصار لكذا حاجه. الام ليها اختصار، والاو ليها اختصار، والفي ليها اختصار، والاي ليها اختصار، والار ليها اختصار. ازاي اتحرك من الزيرو لما فوق بما يعادل الاختصارات اللي هنشوفها مع بعض. خلينا نشوف رقم 5 list key findings from research on the effective and personalized training program following the ACE integrated fitness training model versus standardized training program. يعني هنشوف بعض الابحاث والادله اللي بتقارن ما بين نموذج ايس وما بين النموذج الستاندر اللي المفروض الناس كلها بتتدرب بيه. يلا مع بعض ورقه وقلم ويلا بينا نبدا الحلقه. أسس بالعربي. الجدول الجميل اللي قدامنا دوت بيوضح الفرق ما بين حاجتين. الحاجه اللي باللون الازرق دي هي متطلبات اللياقه البدنيه اللي كانوا دايما بيتمرنوا بيها، ايه هذا ما وجدنا عليه اباؤنا. اما دلوقتي بقى في متطلبات اكتر. تعالوا الاول نقراه عشان نفهم ايه هي المتطلبات. بيقول لك traditional training parameter. عندنا كارديو ريسبيراتوري تريننج، اللي هو الايروبيك. نلعب ايروبيك مفيش مشكله، ان جسمنا بيحتاجه، الرياضات بتحتاجه. ونلعب ايه؟ فتنس. الله، هو مش الفتنس هو الايروبيك يا كابتن؟ لا، اللياقه شيء وتمارين الهوائيه شيء تاني. الماسكولار اندورنس يعني تدريبات تحمل عضل. الماسكولار سترينث يعني تدريبات للقوه، رياضات بتحتاجها. وفليكسبيليتي ومرونه، استريتشات. بس كده يا عم، مفيش حاجه تاني. ايه ده؟ هو ده اللي كان تراديشنال، هو ده اللي كان تراديشنال. امال ايه المستجد بقى؟ المستجد دلوقتي ان في متطلبات اكتر. زي ايه مثلا؟ زي ما هو واضح قدامنا في الجدول، بقى في حاجه اسمها هيلث بيهيفير تشينج، يعني تغيير سلوك. ايه يا عم تغيير سلوك الصحي ده؟ احنا كان المدرب زمان يشخط في الواد هو يغير سلوكه لوحده خلاص، لكن دلوقتي لا. حتى بقى في كورسز كتيره بدات تطلع بالاسم ده اللي هو ايه؟ هيلث بيهيفير تشينجينج. ليه؟ قارنا نفسنا في العصر الحالي كده هتلاقيه دايما ماسك. أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East. Coach Ahmed Mega Hype.
Founder of Oso's Belarabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way. Through sanity to nutrition,